أسعد الله مساءكم جميعا متابعين قناة الحقيقة مع بدران. أهلا بكم. مبدئيا عايز أكلم حضراتكم، عندي أخبار مهمة. بعد ما إسرائيل رفضت التفاوض أو رفضت هدنة لاسترداد 50 أسير، حاليا تسعى لاسترداد الأسرى والهدنة لمدة من 3 إلى 5 يوم. ده له معنى كتير جدا. معناه ان اخواننا في حماس او في غزة في ضغوط كثيرة جدا او في مقاومة عنيفة، وده يدل على فشل اسرائيل. ده رقم واحد. رقم اتنين، هناك وزير المالية الاسرائيلي يتقدم للحكومة الاسرائيلية وللامريكية باقتراح ترحيل اخواننا الفلسطينيين في غزة، ولا بد من تفريغ غزة وتوزيعهم على الدول الاوروبية وعلى دول الخليج وعلى مصر وعلى ليبيا وعلى دول عربية. بقول لك زي ما فرغنا سوريا لما سوريا حصل فيها الحرب الأهلية، في ملايين في مصر هنا، حوالي ما يقرب من 4 إلى 6 تقريبا مليون سوري، وفي السعودية وفي الدول الأوروبية. فهو عايز يفرغ غزة زي ما سوريا اتفرغت. ده حاجة. الحاجة التانية، ان النهاردة بعد ما مصر قالت لك ممنوع تهجير الفلسطينيين إلى غزة أو تهجير الفلسطينيين من أساسه، بدأت النهاردة الاتحاد الأوروبي بعد كل الإغراءات اللي تمت على مصر بدأ يغري مصر بأنه هيرسل استثمارات أو هيعمل استثمارات أوروبية في مصر بما يقرب من 10 مليار دولار. ليه؟ مش حبا في مصر، قال لك إن مصر قالت لك يا الحرب، يعني احنا مفيش موافقة على ترحيل الفلسطينيين او تهجيرهم الى مصر، يا اما الحرب. فقال لك بدل مصر ما تحارب اسرائيل والاقتصاد المصري بيتهالك وبينخفض وهيحصل مشاكل في المنطقة، لان مصر دولة لها ثقلها، ومصر دولة تعتبر دولة محورية، وإن الوضع العالمي مش متحمل، فاحنا هنستثمر في مصر ب10 مليار دولار من ضمن الإغراءات الأوروبية على مصر. ولكن ما زال هناك حتى الآن السفن الحربية، أحدث سفن حربية وبوارق حربية ونووية ل 11 دولة على الحدود المصرية. يعني ما زال موضوع الحرب إن مصر ممكن تحارب، والتهديدات اللي موجودة على مصر ما زالت موجودة حاليا زي ما هي. طيب، نرجع تاني. عايز اقول لحضراتكم على حاجة، ان النهاردة في مواقع كتير جدا يا حضرات بتتكلم، مواقع نقول مواقع مزورة، مواقع مغرضة، وبيتكلموا باللغة العربية. انا قلتها في احدى التسجيلات السابقة ليا كتوعية لحضراتكم، لان من اهم مهامي اللي انا مكلف نفسي بيها ان انا اوعي الاصدقاء واوعي المتابعين ان في مواقع كتير جدا، مواقع مغرضة بتتكلم وتوقع العرب في بعض وتخش بالفتنة. ولما قامت حرب غزة أو طوفان الأقصى تحديدا، كانوا يقول لك إن الرئيس السيسي كان أبلغ إسرائيل بخطة حماس وطوفان الأقصى. النهاردة حضرات هناك تحقيقات بناء على حصل تشابك وتطاول بين الوزراء الإسرائيليين على إن كان في خبر من جاسوس فلسطيني ماسك الامن اسمه حسين او حاجه زي كده، انا مش متذكر اسمه، بلغهم ان حماس هتعمل هجوم وهم ما خدوش بالكلام ده. يعني ايه؟ يعني النهارده الاسرائيليين نفسهم بيتكلموا مع بعض، بيقولوا ان احنا انذرنا من قبل الجواسيس الفلسطينيين، وهو تحديدا اسمه حسين ويعمل ماسك حاجه في الامن الفلسطيني، بلغهم قبل قيام العمليه وما خدوش بكلامه، وتم العمليه والوضع اللي احنا شفناه. والنهارده الفلسطينيين او القياده الاداره الفلسطينيه او المنظمات الفلسطينيه تقيم بعض التحقيقات حول ما الجاسوس اللي نقل الخبر لإسرائيل. أنا بقول الكلام ده ليه؟ أنا بقول لحضراتكم لأن إحنا كنا دايما نتهم بعض، والدول الصهيونية والدول المعاديين والمغيبين يقول لك إن الرئيس السيسي أو الرئيس المصري بلغ إسرائيل. سبحان الله. يعني كل شيء بيبان لوحده. النهاردة في تحقيقات من الجانب الفلسطيني حول الجاسوس اللي أخبر
الإسرائيليين عن ميعاد العملية، والإسرائيليين النهاردة بيشدوا مع بعض وبيتطاولوا السب والقذف مع بعض إن هم تم إبلاغهم من قبل الجاسوس الفلسطيني، ولم يتخذ أي إجراءات، وبناء عليه تسبب الوضع القائم في فلسطين. ثانيا أنا يعني في أخبار كتير عندي، ولكن أنا مش عايز أطل لحضراتكم، هقدمها في فيديو تاني إن شاء الله. ولكن انا بناشد حضراتكم بالمتابعين ليا، انا ليا قناة على اليوتيوب اسمها الحقيقة مع بدران، شرفوني بالاشتراك في قناتي عشان القناة تكبر وتكبر بيكم. تحياتي لحضراتكم جميعا، شكرا.